تخيل معايا خويا العزيز بلي كاش نهار تربح 273 مليون دولار، وبعد اللي كانت مرتك سنين وهي قاعده تصرف عليك لخاطرش معايا تحوس ما لقيتش خدمه ورقعت في الدار. بصح للاسف قبلها بيامات مرتك تجيب العيد تكره منك ودير لك الخلع في نفس النهار اللي غادي تسيني على ورقه اطلاق. هو نفس النهار ساعدك وهناك مايكل ويريسكي هو مواطن امريكي متزوج بسبب الحاله الماديه الضعيفه تاعه وما كانش نجم يلقى خدمه ستابل. مرته في هذاك الوقت هي اللي كانت تصرف عليه وعلى الدار. في سنه 2019 كرهت منه وطلبت الخلع، والطلاق كان سهل نخاطرش حبيبنا ما كان عنده والو لا املاك ولا دراهم. وحشيه كي كان راجع للدار وكان حاكمها الاكتئاب وغيظته راح لواحد المحل باش يشري صوالح وبقى له شويه تاع صرف، وبهذيك شويه تاع صرف شرى بها الورقه تاع اليانصيب اللي كانت تدير ب 13 دولار. بصح السيد ما كانش في عقله لا خاطرش على هذيك الصوالح اللي صراو له وكان في اكتئاب وكاع. على هذه نسى الورقه تاع اليانصيب عند هذاك المحل اللي شراها من عنده، والخدام اللي كان تماك شافه بلي نساها. على هذه خلاها عنده باش كيعاود يرجع يعطيها له. وكما كان الحال حبيبنا الفقير رجع نهار الزاوج وهذاك الخدام عطاله هذيك الورقه تاع اليانصيب، ومن ظهرها الورقه اللي ربحت هي الورقه تاع حبيبنا الفقير ولا نقولوا المليونير لخاطرش ربح 273 مليون دولار. لو كان تحولها بالدينار الجزائري نيميري ما طيش تقرا صاحبي. والطليقه تاعه ما غادي تدي والو لخاطرش هو شرا ديك الورقه مور الطلاق ورفعت عليه دعوه قضائيه، ولكن المحكمه حكمت ليه هو ودروك لازم عليها تدفع نفقه شهريه لمده 5 سنوات لخاطرش هي اللي طلبت الطلاق. لواحد الدرجه الطليقه تاعه في واحد المقابله صحفيه قالت بلي انه النفقه اللي دفعتها له تعتبر صرف بالنسبه للدراهم اللي عنده. ومايكل منساش يدي كادو لهذاك الموظف اللي بسبت الامانه تاعه ولا مليونير.